الأمن الوطني من توقيفه المدعو أحمد صقلاب أحد أكبر المحرضين على الفتنة بولاية غرداية بعد تحديد مكان تواجده بالجزائر العاصمة إثر فراره من ولاية غرداية بعد سماع خبر إصدار وكيل الجمهورية أمرا بالقبض عليه. شوف جماعة اللايفات وجماعة أنا لما دخلت للحبس في الجزائر كان عمري 24 سنة، واللي كانت تشيت لبوتفليقة وعصابته هي قناة النهار، هذه اللي راهي حبت تلصق لي تهمة التحريض. ونزيدك حاجة، واحد في اللاج تاعي ما يقدرش يحرك مليون بنادم. إلا راكم تهضروا على التحريض اهضروا على فخار اللي عنده أطماع سياسية وراسل الأمم المتحدة وقال احنا السكان الأصليين تاع المنطقة، وراح أسس حركة المام اللي هي الحركة الانفصالية الميزابية اللي هي فرع من حركة الماك، وراح لباريس والتحق بفرحات مهني وحبوا ثم يخطوا لهذه الأحداث، وبالفعل قامت الأحداث برعاية الجنرال توفيق. يعني مناسبة دولة المغرب على هذه النشاطات وعلى هذه المؤتمرات خلال تواجدي في المغرب في العام الماضي وحاليا، يعني أشعر بحسد شديد جدا لإخوة المغاربة الذين يعيشون ربما 100 سنة في مجال الحقوق والحريات على الجزائر. أوضح مرة أخرى يعني للميزابيين الذين كانوا بعيدين عن هذا المجال بأن لا مستقبل لهم إلا في من خلال التضامن الأمازيغي. حاليا أنا موجود في المغرب، نحن حاليا لا نعيش في الاستقلال، نحن نحس بأننا مستعمرين باستعمار أبشع ربما من الاستعمار الفرنسي حاليا في منطقة مزابي. في هذاك الوقت أنا لما دخلت للحبس، لما ضريتهم وتكلمت على مخططات الجنرال توفيق في المنطقة وكنت نرد على اللي ماكيست اللي حبوا يرجعوها كما نقولوا المنطقة تابعة ليهم بأنه تاعهم، وجبت لهم الوثائق والأدلة بأنه من هم أبناء المنطقة الحقيقيين ومن هم السكان الأصليين تاع المنطقة. وأنا نسكن في أكبر بلدية في ولاية غرداية اللي مسمية على جدي بئر ريان. جدي اللي اسمه ريان هو اللي حفر البئر هذيك، هو اللي حفر البئر وسميت عليه البلدية بئر ريان. وغار داية لما بالوثائق كنا نتكلموا ونجابهوا في هذا الماكيس هذوم اللي حركوا الأحداث، قال لك صقلاب هو اللي كان يحرض، هو اللي كان. وانا ورغم ذلك ثاني كذلك يعني كنت معارض من اشد المعارضين في المنطقه، وانا كي معارض من الجنوب نضرهم اكثر من معارض في الشمال، لانهم هم النهب والثروات والاقتصاد، كان كل شريان الاقتصاد كان في الجنوب. كنا نغلقوا لهم الطريق ثم قبل ما يديروا الطريق الاجتنابي اللي راهم داروه الان. كانت بريان هي العمود الفقري نتاع الاقتصاد، تسمى المعدات تاع البترول اللي يطروا هذوك شارجور اللي اسمهم الحفارات اللي صوندا والقور الامريكان كاع يعقبوا من هذيك الطريق، مفروضه عليهم انهم يجوزوا من الطريق الوطني رقم 1، وحنايا كنا حاكمين الطريق الوطني رقم 1 فضريناهم لانه كانت بلديه منكوبه يعني، وهنا تنتهي الحياه والى يومنا هذا يعني. واش دير؟ ارفد ارميه في الحبس، ارفدوا ارميه في الحبس. الان يجوا نفسهم الان انا النظام اللي دخلني للحبس وراه النظام هذا، النظام هذا لو كان جات فيه عداله وكذا ولو كان راهم مش في الحبس. هم هذا النظام اللي دخلني للحبس، عامين بدون محاكمه، وكانوا يديروا لي في العذاب النفسي من سجن لسجن، يعني زنزانه انفراديه من حبس منيعه الى حبس غردايه الى حبس لغواط المخرق والقواطين، يعني زوج حباس في لغواط، ومن بعد داوني الحبس عين والساره، ومن بعد حبس برواقيه، ومن بعد حبس مديه، ومن بعد عاودوا رجعوني الحبس عين والساره، ومن بعد خرجت براءه وداروا لي 9 جنايات: المساس بالوحده الوطنيه والامن القومي، واهانه رئيس الجمهوريه، والدعوه الى اسقاط النظام، واهانه موظف سامي وكذا ومانيش عارف واش. 9 جنايات، زنزانه انفراديه، حاطيني مع كبار المهربين، واحد قاتل الجمارك، واحد قاتل العناصر في الجيش الوطني، ارهاب، واحد عنده قضايا يعني قتل في حسيم سعود العناصر شرطه. ما امنتش راسي غير مع الكريمينالز، لقيت روحي في زنزانه انفراديه في لاج يعني. وهذا السيد هذا هو انا لما دخلت للحبس
انت وحدك خدم راسك فقط. انا لما دخلت الحبس في وقت العصابه هل كانت لدي اطماع سياسيه كما هذا فخار اللي كان يحرك في المنطقه لانه عنده اطماع سياسيه؟ هل انا كان عندي حزب ننتمي اليه كما هذا فخار اللي كان في حزب لارسيدي ولا ففاس؟ هل كانت لدي مثلا كما نقولوا مانيش عارف جمهور ولا منبر، جيت امام مسجد ولا مانيش عارف رئيس حزب ولا عضو في البرلمان ولا منبر اللي نقدر نحرك به الناس؟ ما عندي والو. بالعكس انا لما شفت قنوات فرونس 24 وهذه وش يقولوا لها قناه العربيه وبعض القنوات تستضيف غير طرف واحد وتسمع من طرف واحد وحبوا يرجعوا المنطقه تاعهم، فانا حطيت كاميرا قدامي بديت نهضر في الفيسبوك. وزيد الاحداث قامت في عام 1991 وقامت في 2008. هذو شكون اللي خلطها مالها؟ شكون اللي حرض الناس هذو؟ يعني انا ما كنتش انا في 2008، كان عمري 17 سنه وما كانش عندي فيسبوك اصلا. فيسبوك فتحته في 2011 وزيد في 1991 ثاني ناضت في المنطقه على نفس الاسباب، يعني ناضت 3 مرات في 2008 2014 و1991. شكون اللي كان ينوض فيها؟ دي شوف كي يضركم كلامي بالادله والحقائق تروحوا تولوا وليتوا تحبوا درك النظام اللي دخلني الحبس. تسمى نتوما كي يدخلكم النظام الحبس تولوا مناضلين وشهداء ومعتقلي راي، وسمى كي انا دخلت الحبس مجرم. النظام عنده الحق كي يدخلوا الحبس. درك وليتوا تعترفوا بالنظام والتهم تاع النظام. نتوما تخيروا غير واش يساعدكم برك، وليتوا تعترفوا درك بنظام بوتفليقه والتهم اللي نسبها ليا راكم تشوفوا فيها حقيقيه، وليتوا تشوفوا انه العداله هذاك الوقت كانت قائمه لانه دخلتني الحبس انايا. بصح لو كان واحد فيكم دخل لانه بوتفليقه ما حلبكمش، بوتفليقه لو كان ما ضريتوش انايا وما ضر يعني وريني كاش واحد تم اعتقاله في وقت بوتفليقه، اعطيني كاش واحد عارض بوتفليقه هكذا يعني يا اخي كريم طابو وجماعتكم كانوا في البرلمان، كريم طابو كان يخلص من البرلمان، كريم طابو جامي رفد يده جامي في حياته يعني قال كلمه واحده في البرلمان وكان يخلص 40 مليون، واليومنا هذا مازال يخلص 40 مليون. كنتوا قاعد تلحسوا بوتفليقه. وين كنتوا انتم في وقت بوتفليقه؟ هذا امير ديزاد وهذا الزيطوط وهذا وين بديتوا المعارضه؟ بديتوها في الخارج انتم. حنا عارضنا لداخل في الجزائر ودخلنا الحبس في الجزائر ودرت كلش في الجزائر. انا على الاقل كي حكموني في بلادي يا اخي، حكموني في بلادي ما حكمونيش في اوروبا. قاعد نفترض جدلا انه صح العداله قائمه وكذا ومنا يا اخي ماشي خاين. انا ما حكمونيش في المروك ولا حكموني في اسبانيا ولا لقاو عندي عماله مع جهات اجنبيه. حكموني في بلادي، وكي حكموني براءه خرجوني من الحبس، وعامين حبس هذه ما خلصت عليها ما ديت عليها والو. كنت قادر نرفع قضيه رد اعتبار، بصح انا خليت البلاد كاع وخرجت من البلاد. سي بون.